كشف المفتري عبد الحميد النجدي. ادعى كذبا وزورا، واكتشفت كثير من كذبه هذا مع الأسف هو وعبد الرحمن الدمشقية، واكتشفت أنه محكوم عليه في الكويت بتهمة جنايات 2 سنين، وهذا بيان من الإمارة بالكويت. مع الأسف الشديد نحن هؤلاء يمثلون السنة. أين القرضاوي؟ أين أمثال الشيخ محمد الغزالي؟ أين علماء الأزهر الشريف؟ هذا يمثلكم؟ إنا لله وإنا، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان كذاب يمثلكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أنا متهم الآن، أنا حتيجي فرصة. لا أريد فرصة، خلي يقرأ الحكم الصادر علي للكويت. أنا أجيك أنت حترد يا أخي. أنا حقول هذا الحكم. اقرأ اقرأ الحكم. اقرأ الحكم. صدر الحكم الآتي من محكمة جنايات الكويت الرقم 3650 بسنة 1994 على 219. هذا الحكم ضد عبد المنتصر البلوشي. أصدرت المحكمة حكما غيابيا. خلاص يكفي. راح اجيب، ما ادري انا راح يجيني النص الان، يجينا واحنا في النص هذا كتبته على التليفون. النص سوف ياتي وانا بالمناظره ان شاء الله. خلاص انا يكفيني. نعم. انا يكفيني. اوكي. الان اريد ان اقول شيئا. الان انا اجي واناقش قصه حكم بالكويت. انا بعمري لم ارى الكويت اولا، وهذا لو كان له عقل هذا اسمه عبد المنتصر البلوشي. أيها العربي في كلماتك تخطئ كثيرا، ألا تفرق بين عبد المنتصر وأبو منتصر؟ وأيها الجاهل المركب، أبو المنتصر ليس اسما، ومن كان عنده الكتاب والسنة فيتكلم بالدليل ليس بحاجة للتهريج. إذن يا أيها المشاهدون، عبد المنتصر البلوشي غير أبو منتصر. وثانيا أنا اسمي عبد الرحيم أيها الجاهل. عبد الرحيم بآداب المناظرة. ولا زاد ابن عبد الله البلوشي. عليكم من الله ما تستحقون. شربتم من لبن المجلس حيث يقول لكم افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم، كما ينقل عن الإمام السجاد وهو بريء، هو الصادق وهو البريء منه. إذن لم نرى مذهبا أخذ من الدين والافتراء والكذب تقربا إلى الله إلا الرافضة وقبلهم غير اليهود. لماذا تحرف الموضوع عن التحريف؟ هذا جواب التحريف. اتهاماته أرد على الافتراءات ولا أدخل الموضوع. رجل يأتي بافتراء. أنا رأيت هذا بالزمن منذ سنتين، مخابرات إيرانية تداولها، وأسوأ من هذا رأيت في قناة الجزيرة. أنا أربط ساعتي هكذا بيدي هكذا، يقول شوف البلوشي مباشرة يشم وزو صوري، وزو بلوشي يشم هيروين. ولكن هذه التفاهات أحقر من نأخذ وقت. نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ لسه الخامنئي هو يعرف. تأدب. نعم. تأدب. لا تتطرق إلى إمام قاد ثورة إسلامية ضد أسيادة الأمريكان وأسيادة الإسرائيليين وحطمهم. سيد الخامنئي إمام شريف رفع راية الإسلام، ورفع راية الإسلام ضد الإسرائيلية أسيادة وضد أمريكا أسيادة الذين صنعوك وأسيادك ليحاربوا الاتحاد السوفيتي نيابة عنهم، ثم قمعوك وضربوك لأنه من أعان ظالما سلطه الله عليه. ستتأدب عندما تذكر الإمام الخامنئي. أنت تتأدب عندما تذكر الإمام الخامنئي أو الإمام الخميني. غيره في شيء؟ نعم. طيب في شيء غيره؟ تتأدب. أتأدب مع خميني الذي يتمتع ب4 سنوات. تتأدب تذكر الإمام الخميني. هذا دليل أنهم لا يملكون شيء. لأنه حطم أسيادك ومرغ أنوفهم بالتراب. مرغ أنف كارتر وأنف أسيادك بالتراب الذين صنعوك وأشباهك. نعم. إمام ثورة إسلامية عالمية. حزب الله حسن من حسنات الإمام الخميني، وحطم إسرائيل وأخلى وأفرغ الجنوب لبنان حسن من حسنات الإمام الخميني. من أنت حتى ينطق لسانك باسم الإمام الخميني؟ وقد أفتى آية الله الخوئي زعيم الحوزات العلمية في كتابه صراط النجاة الجزء الثاني عندما سئل عن زراعة الهيروين وبيعها فقال:
لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسدة. أما الإمام الخميني ففي كتابه تحرير الوسيلة الجزء الثاني أجاز التمتع بالرضيعة كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ.